جميعا طيبين بخير. النهارده طبعا افتتاح المدارس الثقافيه لقسم الثقافه العامه للأستاذ سحر الكمال في مقهى الأولى المستمر حتى يوم 16 رمضان يا أبو سحر. مستمر حتى يوم 16. ايوه متواصل. متواصل من النهارده لحد يوم 16 رمضان. احنا بنستمتع كل يوم في مقهى الأولى في شارع المشرق الفيوم مع أبرز شعراء الفيوم. طبعا احنا عندنا شعراء وادباء كتير جدا جدا في الفيوم. نتمنى ان احنا يبقى عندنا مجال ان احنا نسمعهم كل يوم دايما. انا مبسوطه جدا جدا بالمقهى ده وبالليالي الثقافيه ديت. طبعا انا بدعو جميع الناس ان يبقى في، انا شايفه اقبال حلو بسم الله ما شاء الله على الامسيات ديت. نتمنى يبقى في اقبال اكتر واكتر، وان شاء الله الايام الجايه هيبقى في ابداعات تانيه، وفي عندنا ميدان السواقي في عروض فنيه كل يوم. فنتمنى طبعا دي يفضل مثل هذه الانشطه مستمره على طول يا استاذ محمد. طبعا بشكر الشاعر الكبير محمد حسني لاداره هذه الندوه، وبشكر كل الشعراء اللي موجودين، الشاعر مصطفى عبد الباقي ولاء محمد جمال الدين ودكتور محمد سيد، الشاعر محمد ياسين كاشف، والشاعر عبد الكريم عبد الحميد. بشكر كل الناس الموجوده هنا. بشكر اداره مقهى الأولى، اصحاب مقهى الأولى على استضافتهم للندوات ديت. طبعا ليالي رمضان الثقافيه بتتم بإشراف هيئة عامة لأصول الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان وكابتن محمد ناصر نائب رئيس الهيئة ورئاسة تقليم القاهرة الكبرى الأستاذة لميس الشرنوري. بشكركم جزيلا على المقاهي دي، وإن شاء الله معاكم كل يوم يا أستاذ محمد ومستمرين بإذن الله. وشكرا يا مدام سحر. بشكر أسرة فرع ثقافة الفيوم. شكرا لحضراتكم. شكرا.